السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا طلاب الصف الأول الثانوي، معاكم أشرف جابر مدرس تاريخ على أبليكيشن وأنا أكاديمي. سنة سعيدة عليكم يا رب، وربنا يا رب يديكم على قد دعاء أولياء أموركم، لأن لو اداكم على قد تعبكم احتمال نزعل كلنا. النهارده والسنة دي إن شاء الله محضر لك مفاجآت كتير قوي قوي قوي. بجد عاملين لك نظام والله هتنبهر بيه، نظام بجد يليق بيك، سواء كان من شرح، سواء كان من حل واجبات، سواء كان امتحان، سواء كان متابعة، اتصال اولياء امور واتصال بطلبة، واللي هيراكم الحصة مش هنسيبه. من الاخر والله ما هنحلك، ما تقلقش، بس احنا معاك وفي ظهرك. منهجنا السنة دي سهل جدا، واظن انت عارف التعديلات الجديدة اللي قالها لنا الوزير ان التاريخ بقت مادة عليك، علمي او ادبي، وانت لسه في اولى ثانوي، فمحتاجك تتاسس صح عشان تطلع تانية ثانوي مستريح، سواء ادبي او علمي. خاصه الايام اللي جايه هتبقى تانية ثانوي شهاده، فماده التاريخ دي باذن الله باذن الله هتبقى هي الماده اللي هتفرحك وهتعلي مجموعك وتدخلك الكل اللي انت عاوزها. طيب منهجنا يا مستر التاريخ اولى ثانوي بيتكلم عن ايه؟ منهجنا تاريخ قديم، بكلمك كده عن حضارات العالم القديم، سهل بسيط. وحدتين، الوحده الاولى 3 دروس، الوحدة التانية 6 دروس. طب ما تيجي نستعرض المنهج كده على البوكلت الجميل ده اللي احنا محضرينه لك. بسم الله الرحمن الرحيم يا عم. الوحدة الأولى فيها 3 دروس هيظهرهم، يلا بينا. الدرس الأول بيتكلم عن الحضارة والتاريخ، شوية تعريفات مهمة، هكلمك يعني إيه حضارة، هكلمك يعني إيه تاريخ، هكلمك كمان عن الدروس المستفادة من دراسة مادة التاريخ، هكلمك عن العصور التاريخية ومميزات كل عصر، ودي حته مهمه جدا هتفيدك انت كثقافه عامه. ده الدرس الاول، شويه التعريفات عن الحضاره والتاريخ. الدرس الثاني هنتكلم عن مصادر دراسه الحضارات، يعني ايه هي المصادر اللي بتجيب منها معلومات وانت بتدرس حضاره. الدرس الثالث هكلمك عن عوامل قيام الحضارات، عندي هيبقى 6 عوامل لو موجودين في اي دوله اطمن الدوله دي هتقدر تعمل حضاره. كده بنخلص الوحده الاولى، ولما نشتغل مع بعض هفهمك ان احنا بعد ما بنخلص كل وحدة بنعمل لك حصة جامدة جدا مراجعة للوحدة كلها، وحصة تانية مراجعة على هيئة سؤال بإجابة. هينزل لك حصتين مراجعة بعد كل وحدة، مراجعة شرح ومراجعة سؤال بإجابة. طبعا زائد ان انا شرحت لك قبل كده في البرومو ان احنا بنشتغل في الاسبوع حصتين، حصة بشرح لك الدرس وبعدين بسيبك تحل الواجب، وبعد كده بنزل لك حصة اسمها حصة تفسير الواجب. ما هو المهم عندك ان انت مش تعرف الاجابه الصح، المهم عندك لازم تعرف الاختيار ده اخترناه ليه الاختيار ده صح، وليه استبعدنا ال3 اختيارات التانيين واسباب الخطا اللي خلتنا نستبعده. ده مهم قوي، حصه مهمه اسمها تفسير الواجب، ما تفوتهاش. نرجع لموضوعنا، ان احنا ان شاء الله على خلال كل اسبوع هنشتغل حصتين، حصه شرح واسيبك تحل الواجب، وبعد كده حصه تفسير الواجب. ده غير حصص المراجعه بتاعت الوحده. خلصنا محتوى الوحده الاول بسرعه يا مستر بقى، كفايه رغي. حاضر يا حبيبي. الوحده الثانيه دي 6 دروس، ودي بتتكلم عن مصر. يا حبيبتي يا مصر، مصر 6 دروس. اول درس بيكلمك عن ملامح من تاريخ مصر القديم، بستعرض لك التاريخ القديم وهتفهم ان هو عصرين، عصر كبير شويه اسمه العصر الفرعوني وده استمر 3000 سنه، وعصر اليونانيين احتلونا وكمان الرومان احتلونا اسمه العصر اليوناني الروماني واستمر 1000 سنة. أيوة، الدرس ده هستعرض لك تاريخ مصر القديم سواء في العصر الفرعوني أو العصر اليوناني الروماني. أنا عارف إن العناوين قد تكون للبعض مش مهمة، بس على الأقل عشان نبقى فاهمين كده السنة هتمشي إزاي. أما الدرس الثاني هكلمك عن الحياة الاقتصادية. الحياة الاقتصادية يعني المصريين بيشتغلوا إيه؟ زراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا راعي؟ هنفهم. الدرس الثالث بنتكلم عن الحياة السياسية والإدارية، يعني هعرفك المصريين بيتحكموا ازاي ومين الحاكم ومين المساعدين ليه. الدرس الرابع هكلمك عن الحياة الاجتماعية. الحياة الاجتماعية يعني طبقات المجتمع، الطبقة العليا والوسطى والدنيا، والعادات والتقاليد، وايه اللي يصح وايه اللي ما يصحش، وهنعرف مع بعض ايه اغرب العادات الفرعونية اللي كانت بتتعمل زمان ولسه موجودة لغاية دلوقتي. يمكن اكلمك عن شم النسيم او الفسيخ مثلا، هنشوف مع بعض واحنا بندرس الحياة الاجتماعية. بعدين هنتكلم في الدرس الخامس عن الحياة الدينية والمصريين بيعبدوا ايه، وهنتعرف على شخصية غيرت الدين المصري. ايوه رفضت حاجات كانت ثابته ومعروفه عند المصريين وعمل ثوره على المعتقدات الدينيه الموجوده في الوقت ده. اكيد انت عرفته، ده هيبقى شخصيه اخناتون اللي هينادي لاول مره في التاريخ بتوحيد الالهه في اله واحد هو الاله
آتون. هنعرف ده لما نيجي ندرس الفصل الخامس، الدرس الخامس الحياة الدينية. أما الدرس السادس هعرفك الحياة الثقافية والفكرية، هعرفك اللغة المستخدمة وإزاي اتطورت اللغة المصرية من هيروغليفية الهيراتيقية الديموتيقية القبطية. هتفهم شوية تفاصيل حلوة جدا. بعد كده هكون خلصت الوحدة الثانية، وانا على قد وعدي هديك مراجعتين على الوحده الثانيه، واحده شرح واحده اسئله باجابه، ونبقى كده خلصنا الترم الاولاني، واعمل لك المراجعه النهائيه اللي تاهلك لدخول امتحان الترم الاول. يلا كلنا نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على النبي، ويلا بينا ابدا معايا اول درس في رحلتك كاولى ثانوي، درس الحضاره والتاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب انا بحب اعيشك كده معايا اكنك قاعد في السنتر، اكنك قاعد في السنتر بالظبط. شلنا البوكلت، ادي الوايت بورد قدامك اهي يا عم. اول درس بيتكلم عن الحضاره والتاريخ. هاخد انا كلمه الحضاره وهدردش معاك. الحضاره بتعريف كتاب المدرسه، انا بحب اكتب قدامك كده كل حرف تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. قال لي الحضاره ثمره، كلام جميل، ثمره اي مجهود، ايوه، يقوم به الانسان، ثمره اي مجهود يقوم به الانسان. ممكن تشيل ايدك من على خدك كده ورد عليا معايا اكنك قاعد في السنتر، انت قاعد لوحدك اونلاين في البيت اهو، بس رد. يبقى الحضاره ثمره اي مجهود يقوم به الانسان نتيجه، ايوه يا عم، نتيجه تفاعله مع البيئه، نتيجه تفاعله مع البيئه. انا مش فاهم حاجه يا مستر. يا ابني وانا لسه شرحت ده، انا بكتب التعريف بس. طيب يلا بينا بالراحه. بيقول الحضاره هي ثمره اي مجهود يقوم به الانسان. انا انسان دلوقتي عملت مجهود، اجتهدت، جبت خشب ومسامير وقعدت ادق لغايه ما عملت المكتب ده. انا بسالك بقى قول لي ولا لا، مش المكتب ده ثمره مجهودي؟ يا مستر، يبقى المكتب ده حضاره. يبقى الحضاره هي ثمره اي مجهود يقوم به الانسان. انا اجتهدت يا باشا وتفاعلت مع البيئه وجبت خشب وسمير وقعدت ادق لغايه ما عملت السبوره. مش السبوره دي ثمره مجهودي بعد ما تفاعلت مع البيئه؟ يبقى السبوره دي حضاره. انا تفاعلت مع البيئه وعملت المروحه، عملت التكييف، عملت الكشاف، عملت الكاميرا، عملت الموبايل. اي انتاج الانسان انتجه بعد ما تفاعل مع البيئه يتسمى حضاره. يبقى الحضاره هي ثمره، الثمره ثمره اي مجهود يقوم به الانسان نتيجه تفاعله مع البيئه. طب يا مستر، هو انت غاوي تعب؟ انت غاوي تعب يعني؟ انت يا انسان غاوي تعب، عمال تعمل مجهود وتنتج. طب بتنتج ليه؟ بتعمل سبوره ليه؟ ايوه بص لي، انت بتعمل سبوره ليه؟ عشان ما اكتبش على الحيط والله. طب بتعمل تكييف ليه؟ عشان ما اقعدش في الحر. طب بتعمل ديسك ليه؟ عشان ما اقعدش في الارض. ايوه، يبقى انت الانسان عاوز تعمل ايه؟ عاوز تحسن حياتك؟ ايوه. عاوز تعمر الكون اللي انت عايش فيه؟ ايوه. عاوز توفر حياه افضل بدل ما تقعد على الارض وتقعد في الحر وتكتب على الحيطه؟ اذا هدف الحضاره تعمير الكون، اذا هدف الحضاره تحسين حياه الانسان، اذا هدف الحضاره توفير بيئه افضل للانسان. يبقى الحضاره ثمره اي مجهود يقوم به الانسان نتيجه تفاعله مع البيئه لتعمير الكون. اعمر الكون اللي انا عايش فيه، أعمر الكون، أو لتحسين ظروف حياته، أو توفير حياة أفضل، أو أي جملة هتجيلك في السؤال تديك نفس المينينج. ما أنا عاوز أقول لك هات ودنك. أنت هات ودنك تعال. دلوقتي في النظام الجديد، عشان أنت كتكوت لسه طالع من ثالثة إعدادي متعود على شغل الدراسات الاجتماعية، في النظام الجديد السؤال ما بيجيش مباشر. يعني في الكتاب كاتب إن هدف الحضارة تعمير الكون. الاختيارات لما تجيلك في الامتحان يقول لك هدف الحضارة ويحط لك اختيارات، هتبص في الاختيارات مش هتلاقي تعمير الكون، بس هتلاقي جملة تانية بتدي نفس المعنى. يعني ممكن تلاقي هدف الحضارة تحسين البيئة المحيطة، صح، اختارها. هدف الحضارة توفير حياة أفضل للإنسان، صح، اختارها. هي دي الفكرة. واحنا عاوزين نحفظ المعلومة ونستوعبها ونفهمها عشان لو لفها لي في الامتحان أعرف أجيبها. يبقى آخر مرة نقول تعريف الحضارة ثمرة أي مجهود يقوم به الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة لتعمير الكون. كلام جميل وكلام معه حلو أوي مصر. طب إمتى الإنسان، ركز بقى، إمتى الإنسان يتعب ويجتهد ويعمر الكون؟ لما يحس إن الكون ده أو البيئة دي هو مستقر فيها. محدش هيتعب ويعمر مكان
هو مش قاعد فيه. يعني بالبلدي لو انا لسه عايش حياة التنقل والترحال، لو انا انسان لسه بتنطط من مكان لمكان، بقعد في المكان 5 ايام وبمشي، فايه اللي يشقيني ويتعبني ويخليني اشقى واتعب واعمر مكان انا اصلا مش مستقر فيه؟ انت عاوز تقول لي يا مستر، عاوز تقول لي ان الانسان زمان ايام ما كان بيعيش حياة التنقل والترحال فما عملش حضارة؟ ايوه ما عملش حضارة طبعا. هو الانسان ايه اللي هيخليه يتعب ويعمر مكان هو مش مستقر فيه؟ يبقى الانسان عمره ما هينتج ولا يعمر مكان غير لما يستقر، يحس ان ده مكاني، يستاهل ان انا اتعب عشانه، يستاهل ان انا اشقى واعمر، ما انا كده كده قاعد هنا. يبقى الانسان ما انتجش ولا عمر ولا عمل حضاره غير لما اتعلم الاستقرار. اما لما كان عايش حياه التنقل والترحال ما انتجش ولا عمر، لانه ببساطه عمال يتنطط من مكان لمكان، ما عندوش احساس ان المكان ده بتاعه يستاهل عرقه. إذن الإنسان زمان كان بيحيا حياة التنقل والترحال، يحيا حياة التنقل والترحال، فلم يقيم حضارة، يعني ما أنتجش ولا تعب. ليه ما أنتجش ولا تعب؟ ما أنا مش غاوي تعب على الفاضي، أنا هعمر المكان لما أحس إن هو مكاني أنا مستقر فيه. فطول ما أنا بتنقل من مكان لمكان أنا أتعب ليه وأعمر مكان أنا عارف نفسي إن أنا همشي منه. يبقى يوم ما يستقر الإنسان، أيوة يوم ما يستقر الإنسان ساعتها يبدأ يعمر المكان ده. طب إيه اللي يخلي الإنسان يستقر؟ إيه اللي يخلي الإنسان أصلا يتنقل من مكان لمكان؟ بيدور على الأكل والشرب. ما كانش بيعرف يزرع أصلا، ما بيعرفش يزرع، هو يعيش في الحتة دي، تسقط مياه كده من عند ربنا أمطار، فينمو نبات طبيعي اللي أنت خدته في 4 ابتدائي اللي هو نبات ينمو دون تدخل الإنسان. فالراجل اللي عايش في المنطقة دي ياكل النبات الطبيعي، يخلص النبات الطبيعي هموت من الجوع، امشي واروح منطقه تانية، ما انا ما بعرفش ازرع، يخلص النبات الطبيعي من هنا امشي واروح منطقه تانية. وهو كده يا عم عمال يتنطط من مكان لمكان عشان يدور على الاكل. فكل مكان بيروحه حاسس انه مش مكانه، فمش محتاج انه يتعب ولا يعمره، لغايه ما في مره اتعلم الزراعه. بمجرد ما اتعلم الزراعه انا بعرف ازرع، ايه اللي يخليني بقى اتحرك وادور على نبات طبيعي؟ ما انا بعرف ازرع. يبقى اول ما اتعلم الزراعه ايوه اتعلم الاستقرار، ولما اتعلم الاستقرار حس ان المكان ده بتاعه، فاذا يستاهل ان انا اتعب وانتج واعمره، يستاهل ان انا اعمل حضاره. يبقى يلا مستر نطلع السلم مع بعض. يبقى الانسان تعلم الزراعه، فالزراعه علمته الاستقرار، فلما اتعلم الاستقرار بدا ينتج ويعمر المكان اللي هو مستقر فيه، يعني بدا يعمل حضاره. اذا الزراعه الخطوة الأولى لقيام أي حضارة، الزراعة الخطوة الأولى لقيام أي حضارة، الزراعة الخطوة الأولى لقيام أي حضارة. أيوة الزراعة الخطوة الأولى لقيام أي حضارة. مستر ممكن ترجع لي اللي احنا خدناه؟ مش احنا خدنا غير دقيقتين، تعال ارجعهم لك. الحضارة ثمرة أي مجهود يقوم به الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة. دي الثمرة اللي الإنسان بينتجها بعد ما بيعمل مجهود ويتفاعل مع البيئة. طب ليه الإنسان بينتج؟ عشان يعمر الكون. طب إمتى الإنسان بدأ يشقى ويتعب ويعمر الكون؟ يوم ما حس إن الكون ده بتاعه، يوم ما استقر فيه فبدأ يحس إن الكون ده بتاعه يستاهل إن هو يتعب عشانه. يبقى لما كان بيعيش حياة التنقل والترحال ما أنتجش، ما عملش حضارة. يوم ما يستقر يعمل حضارة. طب مين اللي بيعلمه الاستقرار؟ الزراعة. يبقى الزراعة علمته الاستقرار، فلما استقر بدأ ينتج ويعمل حضارة. مستر هو في تلخيص للتعريف الحضارة ده؟ يعني بدل ما نقول ثمرة أي مجهود، طب أقول لك تلخيص بس بيني وبينك، كلمة واحدة بس. الحضارة هي كلمة واحدة بينهم بعض، الحضارة هي الإنتاج. اي انتاج انت انتجته يعتبر حضاره. يبقى بيننا وبين بعض ما تقولوش لحد اول ما اقول لك الحضاره بيني وبينك تقول لي يا مستر الحضاره يعني الانتاج. الحضاره يعني ايه؟ الانتاج. حلو. قبل بس ما اطلع من الصفحه دي حط المعلومه دي حلقه في ودنك، ان الزراعه هي الخطوه الاولى لقيام الحضاره. حلو. عندي تعريف شويه كده ناخدوه اسمه التاريخ. التاريخ ده جاي من فعل أرخ، يؤرخ يعني يكتب الاحداث. طب وحياه امك كلمة التأريخ اللي عليها همزة، التأريخ يعني التدوين. انت تعرف تدون من غير ما تكون بتعرف تكتب؟ لا يا مستر. يبقى لازم الاول تتعلم الكتابة، فلما تتعلم الكتابة تبدأ تؤرخ الأحداث، فلما تؤرخ الأحداث في سكتش كده يبقى السكتش ده نسميه مادة اسمها مادة التاريخ. إذا التاريخ مش هيبدأ غير لما الإنسان يتعلم الكتابة. يلا نقول القاعدة بقى بعد ما فهمناها. الكتابة الخطوة الأولى للتاريخ،
الزراعة الخطوة الأولى للحضارة. قولها ما تسكتش. الكتابة الخطوة الأولى للتاريخ، الزراعة الخطوة الأولى للحضارة. عرفنا الحضارة، ثمرة ما جهد يكون من الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة لتعمير الكون. عرفنا الحضارة، تعريف أشرف جابر كلمة واحدة، تعريف الحضارة هي الإنتاج. كلام جميل وكلام معقول، ما أقدرش أقول حاجة عنه. طب بصوا يا شباب كده، السؤال ده كده إيه؟ بيقول لك الحضارات مالها يا عم اشرف؟ حاضر يا عم. الحضارات تتواصل افضل ولا تتصارع افضل؟ يا سلام، سؤال حلو قوي. الحضارات ايهما تفضل؟ تواصل الحضارات ولا تصارع الحضارات؟ تواصل الحضارات ولا تصارع الحضارات؟ هات ودنك بقى وركز معايا كده بالله عليك. هو يعني ايه حضاره؟ انتاج، صح يا مستر، حضاره يعني انتاج. طب انت عارف ان اي شيء انتجه الانسان اسمه حضاره. طب انت عارف برضو ان الاشياء اللي بينتجها الانسان نوعين. لو انا انتجت حاجه تتمسك بالايد زي السبوره زي التكييف زي الديسك زي المكتب، تتمسك بالايد كده، اسمه انتاج مادي. ايوه اسمه انتاج مادي او انتاج مدني. مادي هي مدني اللي هو الانتاج اللي يتمسك بالايد. لو انا انتجت حاجه ما تتمسكش بالايد، ثانيه بس يا مستر، ينفع تنتج حاجه ما تتمسكش بالايد؟ اه والله. انا عم قعدت كده ابص للسماء وافتكر الاكس بتاعي وتصعب عليا نفسي، ورحت محاسبن فيه وقلت والله لا اديله قصيده هجاء ابن اللذينه ده، ورحت مؤلف قصيده شعر. قصيده شعر في مين؟ في الاكس، هجاء. قصيده الشعر اللي انا الفتها دي انا اللي انتجتها، ما دام انا اللي انتجتها تسمى حضاره. ما هو اي انتاج اسمه حضاره. رحت جاي انا مسمع لك قصيده الشعر بتاعتي، انتاجي، حضارتي. انا وانا بسمع لك القصيده انت تعرف تمسكها بايدك؟ لا. يبقى قصيده الشعر ده حضاره ثقافيه معنويه ادبيه ما تتمسكش بالايد. يبقى الحضاره نوعين. الحضاره يعني الانتاج، والانتاج نوعين. حاجه تتمسك بالايد يبقى اسمها حضاره ماديه او مدنيه. حاجه ما تتمسكش بالايد يبقى اسمها حضاره ادبيه او ثقافيه او معنويه. رجع الفيديو واكتبها لي، الكلام ده مهم. طب انا تعالى اكتبها لك على السبوره. يبقى الحضاره يعني الانتاج، والانتاج نوعين، يا اما حضاره ماديه تتمسك بالايد اللي اسمها برضو مدنيه، او حضاره ما تتمسكش بالايد اسمها حضاره ادبيه اللي هي ثقافيه اللي هي معنويه. كل حاجه مكتوبه اهي. ما قصرتش معاك انا، ها؟ تأثرش مع نفسك، ذاكر. فدلوقتي بنقول نرجع للسؤال، الحضارات تتواصل ولا تتصارع؟ وأيهما أفضل؟ تواصل الحضارات ولا تصارع الحضارات؟ اهدى بقى بالله وركز. هنضرب مثل، وليكن أنا عندي حضارتين. حضارة اسمها حضارة أشرف جابر. أيوة، حضارة يعني إنتاج. حضارة أشرف جابر متقدمة في علم التاريخ، بنتج إنتاج ثقافي. تكلمني كده يا باشا اطلع لك من بقي معلومات تاريخ. انا اشرف جابر او حضاره اشرف جابر متقدمه في علم التاريخ، وانت اسمك احمد محمد حسن، انت حضاره متقدمه في علم الكيمياء. يبقى ركز بقى، يبقى في حضاره اشرف جابر متقدمه في علم التاريخ، وفي حضاره مثلا نسميها حضاره ايه، مينا، كورولوس. وهتفهم ليه انا بختار الاسماء دي بالذات. يبقى انا عندي حضاره اسمها حضاره اشرف جابر متقدمه في علم التاريخ، وحضاره مينا متقدمه في علم الكيمياء. حضارتين اهو، اشرف جابر متقدمه في علم التاريخ، مينا متقدمه في علم الكيمياء. هيحصل مره بينهم تواصل وهيحصل مره بينهم تصارع، وهنشوف. رحت للاستاذ مينا، قلت له مينا انت حضاره متقدمه في علم، قال لي الكيمياء. انا بطلع من بقي كده معلومات عن الكيمياء، انا بتكلم كده يا باشا، بطلع لك اي رمز كيمياء انت عاوزه، اي معادله، اي وزن ذري انا اعرف اعمله لك. يبقى انا عندي حضاره مينا متقدمه في علم الكيمياء، وحضاره اشرف جابر متقدمه في علم التاريخ. طيب رحت رايح لمينا قلت له ما تيجي نتواصل مع بعض. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني انت تشرح لي كيمياء وانا اشرح لك تاريخ، انت تفهمني كيمياء ايوه وانا فاهمك تاريخ. حلو، قعدنا تواصلنا مع بعض. خلي بالك قبل ما اتواصل معاه انا ما بفهمش غير كيمياء، غير تاريخ فقط، وهو ما بيفهمش غير كيمياء. فدلوقتي احنا تواصلنا مع بعض، فلما تواصلنا مع بعض انا فهمته تاريخ وهو فهمني كيمياء، انا شرحت له تاريخ وهو شرح لي كيمياء. فطلعت انا بقى من التواصل ده بقيت فاهم تاريخ وكيمياء، وهو طالع من التواصل ده بقى فاهم تاريخ وكيمياء. انا خدمته وفدته وهو خدمني وفادني. انا كنت بفهم تاريخ بس وناقص من عندي الكيمياء، هو كملها لي.
وهو كان بيفهم كيمياء بس وناقص من عنده التاريخ، انا كملتها له. يبقى تواصل الحضارات يؤدي الى تكاملها. ايوه، تواصل الحضارات يؤدي الى تكاملها. سمعك يا اللي بتقول ليه ما بنقولش يا مستر تواصل الحضارات يؤدي الى تشابهها؟ ما انت ومينا بقيتوا شبه بعض، انت بقيت بتفهم كيمياء وتاريخ وهو بقى يفهم كيمياء وتاريخ، ما تقول يا مستر تواصل الحضارات يؤدي الى تشابهها. لا. ليه يا مستر؟ هو مزاجي كده، في حاجه اسمها كده؟ لا طبعا، بهزر يعني. تعال اقول لك ليه ما بنقولش تشابه، ليه الافضل نقول تكامل. اقول لك، احنا اتفقنا ان بعد ما انا ومينا قعدنا مع بعض، انا غشيت منه كيمياء وهو غش مني تاريخ، فبقيت انا فاهم كيمياء وتاريخ وهو بقى فاهم كيمياء وتاريخ. لكن عاوز اقول لك حاجه، كل واحد فينا جواه حته ما بيرضاش ابدا يفرط فيها ولا يغيرها. اه والله، كل واحد جواه حاجه اسمها جوهر الحضاره. ايوه، الحته اللي جوه دي جوهر الحضاره. انا عندي جوهر حضاره متمسك بيه ومحتفظ بيه وبيميزني عن غيري وما اقبلش ابدا ان اغيره. ومينا جواه حته اسمها جوهر الحضاره متمسك بيه ويتميز بيه وما يقبلش ابدا ان هو يغيره. جوهر الحضاره ده عباره عن ايه؟ قال لي جوهر الحضاره، جوهر الحضاره عباره عن حاجتين: حاجه اسمها الهويه الثقافيه، حاجه اسمها الخصوصيه العقائديه. الله، يعني ايه خصوصيه عقائديه؟ عقائديه جايه من كلمه العقيده، العقيده اللي هو الدين. عرفت ليه انا اخترت اسم مينا؟ هتفهم دلوقتي. يعني الاستاذ مينا عقيدته، ديانته، الحته اللي جوه عنده اللي اسمها جوهر حضارته، ديانته مسيحي. واشرف جابر عقيدته، ديانته من جوه مسلم. فانا موافق جدا ان انا اتعلم من مينا كيمياء، لكن مش هبقى مسيحي زي مينا، انا هتمسك بجوهري المسلم. وهو موافق جدا يتعلم من اشرف تاريخ، لكن مش هيبقى مسلم زي اشرف، هيتمسك بجوهره اللي هو الديانه المسيحيه. يبقى في حاجات معينه مهما تواصلنا مش بتتشابه، في حاجات معينه مهما تواصلت مع اي حد خليك محتفظ بجوهرك، ما تفرطش في خصوصيتك العقائديه، ما تفرطش في دينك. يبقى عند حدوث تواصل كل حضارة عليها أن تتمسك بجوهرها، والجوهر هو الخصوصية العقائدية اللي هو الدين، والهوية الثقافية. يعني إيه كلمة هوية ثقافية؟ الهوية الثقافية دي مجموعة حاجات كده، قرب لي بقى عشان الحتة دي مهمة، مجموعة حاجات كده اسمها الهوية الثقافية. الهوية الثقافية اللي هي إيه؟ العادات، التقاليد. مش إحنا كده ساعات بنقول مامتك أو مامتك ساعات تقول لك لا 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 احنا ما تربناش على كده. ايوه، او اللي انت تربيتي عليه ده اسمه هويتك الثقافيه، تربيتك، عاداتك، تقاليدك، اخلاقك، طريقه لبسك، طريقه كلامك، اسمها الهويه الثقافيه. ما احنا مش كلنا شبه بعض. ايوه والله، انت او انت اتربيتي بشكل، وانت اتربيت بشكل، وانت ما تربيتش اصلا مثلا، يعني عندنا كل واحد مختلف في هويته الثقافيه. طيب، فلما اجي اتواصل انا مع اي شخص واجب عليا اتمسك بهويتي الثقافيه، افضل محتفظ بعاداتي وتقاليدي. انا عندي من عاداتي وتقاليدي مثلا يعني من عاداتي وتقاليدي ان شرب الخمر عيب، وان مثلا الضحك، لو انا بنوته الضحك بصوت عالي في الشارع عيب. هي كده اتربت على كده، عاداتها وتقاليدها كده. طب ينفع تتواصل مع حد، مع بنوته زيها تكون بتضحك بصوت عالي؟ تواصلي معاها، تعلمي منها كيمياء وعلميها تاريخ، لكن ما تقلدهاش في اللي مش شبه عاداتك وتقاليدك. نتواصل مع اي حد، نتواصل مع الجن ابن العفريت، بس واحنا بنتواصل نتمسك بخصوصيتنا العقائدية ديننا، ونتمسك بهويتنا الثقافية اللي هي العادات والتقاليد واللغة والأخلاق. العادات والتقاليد واللغة والأخلاق. إذن لو عاوز أكتب أنا بقى عشان تجمع المعلومات، وأنا بكتب عن التواصل بقول في حالة تواصل الحضارات. قول يا عم، قول. في حالة تواصل الحضارات تستفيد، والله العظيم انا استفدت من مين على فكره، وهو استفاد مني على فكره. انا استفدت منه كيمياء وهو استفاد مني تاريخ. يبقى في حاله تواصل الحضارات تستفيد كل حضاره، من تراث الحضاره الاخرى. في حاله تواصل الحضارات تستفيد كل حضاره من تراث الحضاره الاخرى. انا خدت منه يا باشا كيمياء وهو خد مني تاريخ، انا اعطيته تاريخ
وهو عطاني كيمياء، انا اتاثرت بيه في الكيمياء وهو اتاثر بيا في التاريخ. هتفهم انا بقول ليه دلوقتي. يبقى بنقول في حاله تواصل حضارات تستفيد كل حضاره من تراث الحضاره الاخرى عن طريق الاخذ والعطاء، التاثير والتاثر، عن طريق الاخذ والعطاء، التاثير والتاثر. فيحدث، هغلط انا دلوقتي، صلح لي، فيحدث تشابه. لا يا مستر، تشابه لا، فيحدث تكامل. انت تكمل لي اللي ناقصني وانا اكمل لك اللي ناقصك، فيحدث تكامل. طب ليه كلمة تكامل افضل من تشابه؟ هنقول لان كل حضارة تتميز يعني تختلف. انت تتميز بشيء وانا اتميز بشيء، لان كل حضارة تتميز بجوهرها، ولازم ما نفرطش فيه. كل حضارة تتميز بجوهرها، وجوهرها هو الهوية الثقافية. ايوه يا مستر، احنا بنقول معاك اهو، فاهمين اهو. الهوية الثقافية والخصوصية العقائدية. طب حد يكمل لي بقى الخصوصية العقائدية اللي هي ايه؟ ايوه يا مستر، الخصوصية العقائدية اللي هي الدين. طب الهوية الثقافية اللي هي ايه؟ ما انت لسه قايل يا مستر، العادات والتقاليد والأخلاق واللغة، اللي هي من الآخر يعني الحاجات اسمها الهوية الثقافية. من الآخر يعني الحاجات الثقافية، الحاجات الفكرية والحاجات الدينية، دي بتبقى سبيشال. حلوة سبيشال دي، مثقفة، كل واحد فينا بيتمسك بيها. يبقى أنت يا مستر شرحت لي حالة مهمة جدا اسمها حالة تواصل الحضارة. كلام جميل وكلام معقول، ما اقدرش اقول حاجة عنه. طب احكي لي بقى مستر، ايه موضوع تصارع الحضارات؟ بص يا برنس الليالي، رمانة الميزان، يا ديفندر قلبي، فينك من زمان. تصارع الحضارات، نضرب مثل يلا نضرب مثل تاني. هو عندي حضاره اسمها حضاره مينا، ايوه كمل، متقدمه في علم الكيمياء. وعندي حضاره اسمها حضاره اشرف جابر، ايوه متقدمه في علم التاريخ. هيحصل ايه بقى؟ تصارع، هنسحب على بعض. رحت انا داخل بقى بقول لك يا مينا، مفيش حاجه اسمها كيمياء هنا، هو التاريخ بس، ده بقى على ادبي وعلى علمي مثلا يعني. ورحت ماسك له الكراسه اللي هو كاتب فيها الكيمياء، ورحت مقطعها له، ورحت ضربه يا باشا، وقطعت له كل التراث بتاعه. ايوه، يبقى بنقول في حاله تصارع الحضارات يضيع، يضيع تراث الحضاره الاضعف، يضيع تراث الحضاره الاضعف تطغى يعني تظلمها، وتطغى الحضاره، وتطغى الحضاره الاقوى، وتطغى الحضاره الاقوى على الحضاره الاضعف، وتطغى الحضاره الاقوى، على الحضاره الاضعف. يعني الحضاره الاقوى تظلم الحضاره الاضعف. يبقى في حاله تصارع الحضارات، القوي بيهرس الضعيف، الحضاره القويه بتقطع تراث الحضاره الضعيفه وبتدفنها، وبتقول انا ما فيش غيري، ويا ارض تهدم عليك قدي. ايوه، يبقى في حاله تصارع الحضارات يضيع تراث الحضاره الاضعف، وتطغى الحضاره الاقوى على الحضاره الاضعف. عشان كده لو سالك في الامتحان ايه، قال لك ايهما تفضل، تواصل الحضارات ام تصارع الحضارات؟ حته بسرعه بقى، يلا بينا نراب مع بعض كده، في انه افضل، تواصل الحضارات ولا تصارع الحضارات؟ هتقول له افضل تواصل الحضارات. حسدت نفسي، افضل تواصل الحضارات، لأنه في حالة تواصل الحضارات تستفيد كل حضارة من تراث الحضارة الأخرى عن طريق الأخذ والعطاء والتأثير والتأثر، ويحدث تكامل. وفي حالة التواصل تتمسك كل حضارة بجوهرها، والجوهر هو الهوية الثقافية والخصوصية العقائدية. والهوية الثقافية هي العادات والتقاليد والأخلاق واللغة، والخصوصية العقائدية اللي هو الدين. أما في حالة تصارع الحضارات يضيع تراث الحضارة الأضعف، وتطغى الحضارة الأقوى على الحضارة الأضعف وتظلمها. فعشان كده أنا وأنت بنفضل التواصل. طب يا برنس الليالي، يا رمانة الميزان، احنا اتفقنا بينا وبين بعض ان في حاجه اسمها حضاره. ده انت بتراجع من الاول؟ والله عادي، احنا ورانا حاجه يعني، المنهج الجميل بتاعنا. عرفنا الحضاره زي ما الكتاب بيقول ثمرة أي مجهود يقوم به الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة لتعمير الكون أو لتحسين ظروف حياته، أو ليستمر ويتطور ويتقدم دائما فبينتج. فلمينا الليلة وقلنا الحضارة كلمة واحدة هي الإنتاج. وسألنا نفسنا قلنا الإنتاج ده كام نوع؟ قلنا الإنتاج نوعين، حاجة بتتمسك بالإيد يبقى اسمها إنتاج مادي، حاجة ما تتمسكش بالإيد يبقى اسمها إنتاج أدبي أو ثقافي أو معنوي. وسألتك قلت لك تعريف الحضارة
بالسهولة من وجهة نظر أشرف جابر، قلت لي الحضارة هي الإنتاج. الحضارة هي الإنتاج، ده كلام أشرف جابر. الحضارة هي الإنتاج. وقلنا الإنتاج نوعين، يا إنتاج مادي يتمسك بالإيد، يا إنتاج ثقافي ما يتمسكش بالإيد. حلو حلو. طب ركز بقى، نفس عميق، رجع ظهرك ورا، ركز معايا بقى في الحتة دي حلوة أوي حياة أمك. عندي مؤرخ أمريكي اسمه ويل ديورانت. شغال يا مستر؟ يا ابني ما أنا لسه قايل لك مؤرخ أمريكي. ايه يا ابني مش كده يا حبيبي؟ يبقى ويل دورانت شغال ايه؟ مؤرخ امريكي. ماله يا مستر؟ صاحب كتاب حلو جدا جدا جدا. الكتاب اسمه قصة الحضارات او قصة الحضارة. قصة الحضارة عند ويل دورانت. يبقى ويل دورانت صاحب كتاب قصة الحضارة. كلام جميل وكلام معقول، ما اقدرش اقول حاجة عنه. مؤرخ امريكي. قال له مستر، قلت له خير يا ويل. احنا بنقعد مع بعض على القهوة كده، بهزر طبعا، بكذب طبعا. قال لي يا مستر هو انت تعرف يعني ايه حضاره؟ قلت له ده انا عندي تعريفين للحضاره. عندي الحضاره بتاعت كتاب المدرسه، ثمره اي مجهود يقوم بالانسان نتيجه تفاعله مع البيئه لتعمير الكون. وعندي حضاره، تعريف حضاره بتاع اشرف جابر، ان الحضاره هي الانتاج، وينقسم الانتاج لمادي وثقافي اللي هو معنوي اللي هو الادب. قال لي يا مستر انا عندي تعريف للحضاره. قلت له انت ولد ديورانت؟ قال لي اه يا عم ده انا مؤرخ امريكي وصاحب كتاب قصه الحضاره. قلت له طب عرف الحضاره. يبقى تعالى نشوف تعريف الحضاره من وجهة نظر ويل ديورانت. تعريف الحضارة من وجهة نظر ويل ديورانت. قال لي الحضارة نظام اجتماعي، قولها، نظام اجتماعي يعين الإنسان. الله، نظام اجتماعي يعين الإنسان على الإنتاج الثقافي. نظام اجتماعي يعين الإنسان على الإنتاج الثقافي. يبقى الحضارة نظام اجتماعي من وجهة نظر ويل دورانت يعين الإنسان على الإنتاج الثقافي. استنى أجيب لك لون تاني كده. يعني إيه نظام اجتماعي؟ بس ده بدنا من بعض. يعني مجتمع. حلو. إيه اللي دخل المجتمع في الموضوع يا مستر؟ مش أنت قايل لي إن الحضارة هي الإنتاج؟ الحضارة هي الإنتاج. حلو يا مستر. طب أنت كأشرف جابر تقدر تنتج؟ طبعا يا ابني، وأنا مشلول؟ أنا أشرف جابر أقدر أنتج؟ طب ما أنت أشرف جابر فرد، الفرد يقدر ينتج، يعني الفرد يقدر يعمل حضارة. ليه ويل ديورانت قال إن الحضارة نظام اجتماعي؟ ليه جاب سيرة المجتمع؟ ويل ديورانت شايف إن الفرد يقدر ينتج، بس لو الفرد عايش وسط مجتمع بيحبه وبيدعمه وبيشجعه، ده هيخلي الفرد عنده طاقة وتفكير وإبداع إن هو ينتج وينتج وينتج. فعشان كده قال إن الحضارة نظام اجتماعي. أنا عارف إن الفرد يقدر يعمل حضارة، يقدر ينتج يعني إنتاج، لكن ويل دورانت قال إن الحضارة نظام اجتماعي. يعني هذا الفرد أهو برسمه أهو، أشرف جابر أهو بعد الدايت. أشرف جابر لو عايش جوه مجتمع، هذا المجتمع وفر لأشرف جابر الأمن والدعم والتشجيع، ويلا أشرف وريهم، هيطلع طاقة بالتتيت ويقدر يبدع ويفكر وينتج. يبقى ويل دورانت شايف إن الحضارة هتنتج، أو الإنسان يقدر يعمل حضارة لو عايش في وسط مجتمع بيحبه وبيدعمه وبيشجعه. يبقى ركز ويل دورانت في تعريف الحضارة على العلاقات الاجتماعية، العلاقات الإنسانية. يبقى ركز ويل ديورانت في الحضارة على العلاقات، مش اللي في دماغك، العلاقات الاجتماعية، العلاقات الإنسانية. كل ما تكون محبوب من اللي حواليك يدعموك ويشجعوك، فأنت تبدع وتعمل حضارة. ويل ديورانت ركز في تعريف الحضارة على العلاقات الاجتماعية، العلاقات الإنسانية. طب كمل التعريف يا مستر. حاضر احنا لسه بنقول بسم الله. ويل ديورانت قال الحضارة نظام اجتماعي يعين الإنسان. أيوة، يبقى لو الإنسان عايش في وسط مجتمع، والمجتمع ده علاقات هذا الإنسان بالمجتمع علاقات كويسة ومحبوب، هيبدأ هذا المجتمع يعين الإنسان، يعني يساعد الإنسان على الإنتاج، يعني يساعد الإنسان إن هو يعمل حضارة. طب لو أنا عايش في مجتمع بيكرهني، مش بيحبني، الناس اللي حواليا مخوفيني، قلقني، بيهاجموني، بيهددوني، والله ما أعرف أفكر، والله ما أعرف أنتج، والله ما اعرف اعمل حضاره. باشا انت عايش في جو من القلق والاضطراب. ده حتى احنا في الدارج بنقول لك ايه، والله يا مستر اصل انا من الخوف بتوتر. لما اجي اسمع لك شفوي، ايوه هو اللي دورانت بيقول كده، ان لو المجتمع اللي حواليك
موفر لك خوف وقلق واضطراب، عمرك ما هتبدع، عمرك ما هتفكر، عمرك ما هتنتج. لكن لو موفر لك امن هتقدر تعمل حضاره. ويل ديورانت للحضاره نظام اجتماعي، يعني مجتمع مسؤول ان هو يعين الانسان. المجتمع هيعين الانسان ازاي؟ المجتمع هيعين الانسان بان هو يوفر له امن، طمأنينة، دعم، تشجيع. ساعتها الانسان هيقدر ينتج ويعمل حضاره. يعني الانسان مش هينتج غير لما يتوفر له العوامل، والعوامل دي اللي هيوفرها له المجتمع. العوامل دي اللي هو زي الامن والاستقرار والطمأنينة والتشجيع والتحفيز. يبقى ويل ديورانت بيقول الحضارة نظام اجتماعي يعين الإنسان على الإنتاج الثقافي. يبدأ الإنتاج الثقافي، يبدأ الإنتاج الثقافي، يعني الإنسان هيبدأ ينتج ويعمل حضارة. يبدأ الإنتاج الثقافي عندما ينتهي القلق والاضطراب. مستر ينفع أقول عندما يتوافر عنصر الأمن؟ طبعا، ما هي ما انا بقول لك هيبدا الانتاج لما يخلص القلق والاضطراب. يبقى هيبدا الانتاج لما يتوافر الامن. الدنيا سهله يا عم الحاج. يبقى يبدا الانتاج الثقافي عندما ينتهي القلق والاضطراب. اذا الامن هو اساس الانتاج يعني الحضاره. اذا الامن هو اساس الحضاره. طب ما الحضاره هدفها تعمير الكون، اذا الامن هو اساس التعمير والتقدم. في امن يبقى في مناخ ملائم انك تبدع وتفكر وتنتج وتقدر تعمل حضاره. طب تعالى بقى كده هات ودنك بالله عليك. طب تعالى كده بالله عليك هات ودنك. عندي سؤال اسمه ما العلاقه. والله سؤال تافه قوي، بس انت بتطلع لي من اعدادي مش عارف قلقان منه ليه. تعالى كده عرف نفسك، فهم نفسك السؤال. هنقول ايه؟ سؤال ما العلاقه عباره عن طرفين، بمسك طرف وارغي ارغي ارغي واوجه كلامي وارغي لغايه ما اوصل للطرف التاني. المثل هيفهمك. يعني مثلا لو قلنا ما العلاقه بين اشرف جابر مثلا يعني ومصطفى. ما العلاقه بين اشرف جابر ومصطفى؟ طرفين اهو. احله ازاي؟ امسك طرف وارغي لغايه ما اوصل للطرف التاني. هقول اشرف جابر مدرس التاريخ بتاع مصطفى، برافو، 10 من 10 نجم. او اقول مصطفى طالب عند مستر اشرف جابر. مش مهم ابدا بانه طرف، المهم امسك طرف وارغي اوصل للطرف الثاني. طب لو طبقنا على المنهج في سؤال ما العلاقه، ممكن يقول لك مثلا ما العلاقه بين الامن والحضاره عند ويل ديورانت؟ هل ويل ديورانت شايف ان في علاقه بين الامن والحضاره؟ والله. اتفقنا. يتحل ازاي سؤال ما العلاقه؟ بمسك طرف وبرغي بوصل للطرف الثاني. فلو قال لك ما العلاقه بين الامن والحضاره، هقول عندما يتوافر عنصر الامن. هرغي اهو لغايه ما اروح لكلمه حضاره. عندما يتوافر عنصر الامن ينتهي القلق والاضطراب، وعندما ينتهي القلق والاضطراب تنمو لدى الانسان عوامل التفكير والابداع والانتاج، فيستطيع ان يبني حضاره. يبقى ما العلاقه بين الامن والحضاره من وجهه نظر ويل ديورانت؟ عندما يتوفر عنصر الامن ينتهي القلق، ينتهي الاضطراب، تنمو لدى الانسان عوامل التفكير والابداع والانتاج فيبني حضاره. وما دام في علاقه بين الامن والحضاره، يبقى ينفع نعمل سؤال ما العلاقه بين الخوف والحضاره؟ هنقول عندما يوجد الخوف ويتملك قلب الانسان يصبح الانسان في حاله قلق، اضطراب، حبيس خوفه، لا يستطيع ان يفكر، لا يستطيع ان ينتج، لا يستطيع ان يبدع، لا يستطيع ان يبني حضاره. يبقى الموضوع سهل جدا وبسيط، ان في علاقه بين الامن والحضاره. في امن هيبقى في حضاره، ده كلام ويل ديورانت. في خوف وقلق انت اصلا مش هتعرف تفكر ولا تعمل حضاره. تعال بقى للحته الصايعه بقى. حته صيعه دي الناس بيقعوا فيها. ايه الحته دي؟ ان ويل ديورانت اللي قدامك بتعريفه اهو، في اختلف عليه الناس. في فريق قعد ينتقد ويل ديورانت، فريق من المفكرين قعد ينتقد ويل ديورانت، يعني يطلع عيب في تعريف ويل ديورانت. وفريق تاني دافع عن ويل ديورانت. اللي بينتقد ويل ديورانت انتقد ويل ديورانت ليه؟ طلع له ايه عيب؟ تعال بص بس والنبي على السبوره. ويل ديورانت قال ان الحضاره نظام اجتماعي يعين الانسان على الانتاج الثقافي. فالفريق اللي بينتقد ويل ديورانت قعد بقى يزعق، يقول ويل ديورانت غلطان. انا اعرف ان الحضاره بتبقى انتاج مادي وانتاج ثقافي. هو قال ان الحضاره انتاج ثقافي بس. ويل ديورانت اهمل الجانب المادي. ياهو اسمعوني يا ام نياظي، ويل ديورانت اهمل الانتاج المادي. يبقى ده الفريق اللي بيعمل ايه؟ بينتقد ويل ديورانت ان هو اهمل الانتاج المادي وركز على الثقافي بس. لكن في فريق تاني مهم قوي بقى. الفريق التاني ده اللي بيدافع عن ويل ديورانت وبيقول لنا مين اللي قال ان ويل ديورانت اهمل الانتاج المادي
قلت له هو ويل دورانت قال في التعريف ان الحضاره انتاج ثقافي. انتاج ثقافي يبقى ما اهمل الجانب المادي. قال لا يا اشرف يا جابر ركز كده، هو الانتاج المادي زي ايه؟ قلت له زي مثلا السبوره دي حاجه ماديه. فقالوا لي طب انت يا اشرف جابر لو احنا قلنا لك قوم انتج سبوره يبقى بنطلب منك تنتج انتاج، قلت لهم مادي. قالوا لي هل انت هتقوم تعمل سبوره على طول ولا هتفكر الاول ازاي تتعمل السبوره؟ ايوه انا هفكر الاول. ايوه يبقى اي انتاج مادي يسبقه انتاج فكره، وانتاج الفكره ده انتاج ثقافي. فويل ديورانت مظلوم، ويل ديورانت مظلوم. ويل ديورانت ما اهملش الانتاج المادي. ويل ديورانت قال ان الحضاره انتاج ثقافي، يعني انتاج افكار، والافكار حاجه ثقافيه. يبقى ويل دورانت قال الحضاره انتاج ثقافي يعني انتاج افكار. هذه الفكره قد تترجم لشيء مادي، انا فكرت اعمل سبوره فعملت سبوره بقت ماديه، انا فكرت الف قصيده شعر فالفت قصيده شعر فبقت ثقافيه. يبقى الفريق اللي بيدافع عن ويل دورانت بيقول ان ويل دورانت لم يهمل الانتاج المادي، لان مقصود كلامه بكلمه انتاج ثقافي مش انتاج قصيده شعر، لا انتاج ثقافي يعني انتاج افكار. الافكار دي تترجم لاشياء ماديه او اشياء معنويه. يبقى انا عندي فريقين، فريق بيتهم ويل دورانت ان هو اهمل الجانب المادي واهتم بالجانب الثقافي بس، وفريق تاني بيدافع عن ويل دورانت بيقول لا والله هو قصده بكلمه انتاج ثقافي اي انتاج افكار يترتب عليها هذه الافكار تترجم لاشياء ماديه او اشياء معنويه. تعالى يا باشا بقى ناخد اهم حته، الحته دي بقى اللي انت خليك تصيع بيها على اي حد. كتاب ويل دورانت اسمه ايه؟ اسمه قصه الحضاره. ايه يا مستر هي دي اللي اصيع بيها؟ لو حد قال لي الكتاب اسمه ايه محدش عارف غير انا، قصه الحضاره؟ لا طبعا لا طبعا لسه جايه اهي. قصه الحضاره يعني حدوته الحضاره. الولا ويل دورانت ده كاتب كتاب حاطط فيه قصه الحضاره، يعني قايل القصه كلها، قايل مين اول دوله عملت حضاره، وقايل مين تاني دوله عملت حضاره، وقايل مين تالت دوله عملت حضاره. كتاب قيم جدا جدا اسمه قصه الحضاره. فانا جبت ويل دورانت قلت له بقول لك ايه، ما تحكي لي قصه الحضاره، قول لي كده مين اول منطقه عملت حضاره ومين تاني منطقه عملت حضاره. قال لي لا يا اشرف يا جابر انا مش هحكي لك قصه الحضاره غير لما تفهم الطلبه 3 قواعد مهمين، ولو الطلبه فهموا ال3 قواعد دول هحكي لك قصه الحضاره. قلت له هفهم الطلبه. ايه ال3 قواعد يا طلبه اللي ويل ديورانت شرط عليا انكم لازم تفهموهم؟ ويل ديورانت وهو بيتكلم عن الحضاره قال 3 قواعد. اول قاعده بتقول ان الحضاره تمر ب3 مراحل شبه مراحل الكائن الحي. ايوه دي اول قاعده هفهمها لك، ان الحضاره تمر ب3 مراحل شبه مراحل الكائن الحي. هو يعني ايه كائن حي؟ كائن حي يا عم انسان حيوان، انا كائن حي اهو، انا اشرف جابر اهو كائن حي. انا بسالك هل اشرف جابر اتولد كده من بطن امه زي ما هو كده؟ لا طبعا يا مستر، اكيد مريت بمراحل. ايوه اي كائن حي بيمر ب3 مراحل. اول مرحله اسمها مرحله الطفوله، يبقى بيبي صغير لا يعرف ياكل نفسه ولا يعرف يشرب نفسه ولا يعرف يعمل حمام لوحده، بيبي ضعيف خالص. يبقى اول مرحله كان حاجه اسمها مرحله الطفوله وتمتاز بالضعف. تاني مرحله اسمها مرحله الشباب، زي انا كده مثلا وفي سن باباك، ودي بتمتاز بالقوه والانتاج، بنتج وبشتغل وبجيب عربيه وبشتغل وبتجوز وعندي شقه، هي دي مرحله الشباب. ثم مرحله الشيخوخه، ايه وما دايم الا وجه الله يا ابني هنعجز كلنا ونموت. يبقى مرحله الشيخوخه تمتاز بالضعف والانهيار. يبقى اي كائن حي بيمر ب3 مراحل. مرحله الطفوله تمتاز بالضعف، مرحله الشباب تمتاز بالقوه والانتاج، مرحله الشيخوخه تمتاز بالضعف والانهيار. فويل ديورانت شايف ان الدوله اللي بتعمل حضاره بتمر ب3 مراحل شبه مراحل الكائن الحي. في الاول بتبقى دوله ضعيفه شبه الاطفال، ثم بتبقى دوله قويه وبتنتج شبه مرحله الشباب، ثم بتعجز وتموت وحضارتها تنتهي شبه مرحله الشيخوخه. يبقى انا وانتو حفظنا اول قاعده عشان هو شرط علينا ان احنا لو حفظنا وفهمنا ال3 قواعد هيحكي لنا قصه الحضاره. يبقى القاعده الاولى بتقول ان الحضاره تمر ب3 مراحل تشبه مراحل الكائن الحي. مرحله الطفوله تمتاز بالضعف، مرحله الشباب تمتاز بالقوه والانتاج، انتاج انتاج انتاج، واخد بالك من الكلمه انتاج. اذا تقيم الدوله حضارتها في مرحله شبابها، تقيم الدولة حضارتها في مرحلة شبابها. ثم مرحلة
الشيخوخة. الشيخوخة. مرحلة الشيخوخة تمتاز بالضعف والانهيار. دي أول قاعدة، إن الحضارة بتمر بثلاث مراحل. القاعدة التانية بيقول إيه بقى؟ مش عارف هيبانوا الأقلام كده معانا في الكادر ولا لأ؟ تعال نشوف. بصوا يا شباب، القاعدة التانية بتقول إن كل حضارة، القاعدة التانية مهمة، بتقول إن كل حضارة قامت على الحضارة التي سبقتها. كل حضارة قامت على الحضارة التي سبقتها. هنمثل دلوقتي الحضارة الخضراء، الحضارة الزرقاء، الحضارة الحمراء باينين عندنا. طيب، وليكن الحضارة الزرقاء والحمراء دول لسه ما اتولدوش، ما احنا اتفقنا ان الدولة شبه الكائن الحي. الحضارة الخضراء دي اتولدت اهي. اول ما اتولدت في مرحلة الطفولة ضعيفة، بعدين الحضارة الخضراء دي او الدولة الخضراء دي دخلت مرحلة الشباب، يعني القوة والانتاج، وقعدت تنتج، بقى عندي حضارة اسمها الحضارة الخضراء. حلو قوي. في الوقت اللي ده بقت الحضارة الخضراء، اتولدت دولة زرقاء لسه مولودة، يعني دي في مرحلة الطفولة، دي في مرحلة الشباب، يعني دي بتنتج، ودي في مرحلة الطفولة ما بتنتجش. لو حصل تواصل بين الأخضر والأزرق، مين اللي يستفيد؟ الأزرق. الأزرق هيستفيد من الأخضر، لأن الأخضر في مرحلة الشباب يعني بينتج، أما الأزرق طفل ما عندوش إنتاج أصلا. فهيحصل تواصل دلوقتي بين الأزرق والأخضر. فلما يحصل تواصل، الأزرق هيستفيد من الأخضر علم، فالعلم اللي هيستفيده هيخليه يعقل ويكبر وينضج ويبدأ يخش في مرحلة الشباب ويبدأ ينتج، وتبقى عندي الحضارة الزرقاء ظهرت. في الوقت اللي الحضارة الزرقاء بتكبر وبتخش في مرحلة الشباب، الأخضر بيخش في مرحلة الشيخوخة والانهيار والضعف 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 وبينتهي، وده اللي بينتج. فبنقف عند الأزرق وبقول له انت حضارتك لولا الأخضر ما كانتش قامت. فبنقول له كل حضارة قامت على الحضارة التي سبقتها. كل حضارة قامت على الحضارة التي سبقتها. والازرق ده في مرحلة الشباب بينتج، تتولد حضارة حمراء. الحضارة اتولدت، فالحضارة الطفلة اللي لونها احمر دي بتتواصل مع الشابة الزرقاء دي. نركز بقى الاستراحة معاك كده ونصف النية. فالطفلة الحمراء دي تواصلت مع الشابة، مين اللي يستفاد؟ الاحمر مستر، لان الاحمر طفل فبيستفاد من الراجل الشاب اللي بينتج، اما الشاب مش هيستفيد حاجه من الطفل. فالاحمر ياخد علم من الازرق، فتبدا الاحمر يكبر وينضج ويخش في مرحله الشباب والانتاج، يكون الازرق عجز ودخل في مرحله الشيخوخه والضعف والانهيار. فنقف عند الاحمر ونقول له لولا الازرق ما كنتش عملت حضاره. فاذا كل حضاره قامت على الحضاره التي سبقتها، وفي نفس الوقت كل حضاره قامت على الحضاره التي سبقتها. يبقى القاعده الثانيه بتقول كل حضاره قامت على الحضاره التي سبقتها. 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 اديني القاعده الثالثه يا مستر. يا باشا القاعده الثالثه هتفهمها مجرد ما فهمت الثانيه. مش احنا من شويه قلنا لك ان كل حضاره قامت على اللي قبل منها؟ يعني الاول مين اللي كان بينتج؟ الاخضر، وبعدين عجز، يعني مبقاش في حضاره في الاخضر، وبقى اللي ينتج الازرق، والحضاره عند الازرق، بعدين الازرق عجز، بعدين الحضاره بقت الاحمر. يعني ايه يا مستر؟ يعني القاعده بتقول الحضاره لا تستقر في مكان ثابت، ما بتدومش لحد يا ابني. النهارده الاخضر اللي بينتج، بكره الازرق اللي بينتج، بعده الاحمر اللي بينتج. يبقى القاعده الثالثه بتقول الحضاره لا تستقر، الحضاره لا تستقر في مكان ثابت. كلام جميل وكلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه. حفظنا الثلاث قواعد، حفظناهم، فهمناهم. ما دام فهمناهم يبقى جاهزين نسمع قصه الحضاره، حدوته الحضاره من وجهه نظر ويل دورانت، من وجهه نظر اشرف جابر، مش هتفرق يا عم. المهم هنقدر نعرفك فين المنطقه الاولى اللي ظهرت فيها الحضاره، فين المنطقه الثانيه اللي ظهرت فيها الحضاره، الحدوته كلها. طب انا مش هقول لك منطقه، ده انا هرسم لك خريطه العالم القديم واشاور لك على اول منطقه عملت حضاره. يلا بينا نرسم خريطه العالم القديم. انا مش بحب والله اشغل لك البوكلت كده، انا بحب ارسم واحده واحده تبقى فاهم. خليكم معايا كده، الله يسترها معاكم. انا عندي هنا مثلا دي القاره اللي عارفينها كلها، اللي هي قاره افريقيا اهي. ايوه يا سلام. وده البحر المتوسط، وده البحر الاسود، وده مضيق البسفور والدردنيل، ودي اليونان، وده بحر ايجا، ودي شبه الجزيره الايطاليه، وده مضيق جبل طارق، وده خليج البسكاي، ودي الدول الاسكندنافيه، دي قاره اوروبا. وعندنا هنا ده البحر الاحمر يا برنس الليالي، رمانة الميزان، وده مضيق باب المندب، وده خليج عدن، وده خليج العربي، وده مضيق هرمز، ودي الهند، وده سهل الصين الشرقي، وده سهل منشوريا، وده مضيق بيرنج.
اسيا، افريقيا، اوروبا. ماشي. امال مين دي؟ مين دي؟ الله، ايوه مصر يا حبيبتي يا مصر. طيب شاور يا عم وقول لي مين اول منطقه عملت حضاره. قبل ما اقول لك بس عاوز اقول لك معلومه، ان اوروبا ايه، انا مش بتكلم هنا في الاتجاهات بقى، ماليش دعوه بالاتجاهات. اوروبا دي اللي على عينها خضراء وشعرها اصفر بيسموه المجتمع الغربي. يعني اوروبا اي حاجه في اوروبا تبقى حضارات غربيه. اما اسيا وافريقيا بيسموها الشرق، يعني اي حاجه في اسيا وافريقيا تبقى حضارات شرقيه. هنا مش اتجاهات، مش بنت ولا عيل يقول لي يا مستر ازاي اوروبا الغرب، اوروبا فوق يبقى شمال ويعمل لي بايده كده، اصلا الشمال مش فوق اصلا. ولا اسيا ازاي في اوروبا، افريقيا ازاي في الشرق يا باشا ده اسمه مجتمع شرقي. حتى تلاقي العيال بتوع ايجيبت، بنات بتوع ايجيبت يقولوا ايه للرجاله اللي هم من مصر بقى مش من ايجيبت، يقول له انت راجل شرقي رجعي. ايوه احنا بقى مجتمع شرقي، هم مجتمع غربي، دي مالهاش دعوه بالاتجاهات. طيب قول لي القصه يا عم ويل دورانت، دي ايه دي يا مستر؟ دي مصر اللي قامت فيها يا ابني الحضاره الفرعونيه. ايوه يا مستر ده انا شاطر قوي، ده انا عارفها من زمان دي. والله يا حد عارفها يا ابني، تاخد قلم في نفسك. وعندي حاجه اسمها نهر دجله ونهر الفرات. ايوه دي بلاد الرافدين، ايوه بلاد الرافدين. انا عاوز اقول لك ان كلمه نهر باللغه العربيه يعني رافد، يعني دي بلاد الرافدين، يعني بلاد النهرين اللي هي العراق. طيب بقول له ويل دورانت، ايه اول حضاره في العالم؟ مين اول ناس انتجوا وعمروا؟ ويل دورانت قال لي والله يا مستر في ناس بيقولوا ان اول حضاره في العالم الحضاره الفرعونيه في مصر، وفي ناس بيقولوا ان اول حضاره في العالم حضاره بلاد الرافدين في العراق. قلت له طب انت قلت ايه؟ قال لي انا ريحت مخي، انا قلت بدات الحضاره في الشرق وسبتها عايمه كده، بدات الحضاره في الشرق. قلت له حلو. قال لي عن طريق او من خلال حضاره فرعونيه في مصر وبلاد الرافدين في العراق. قلت له حلو، يبقى دي بدايه الحضاره؟ اه دي بدايه الحضاره. يعني ده الموطن الاصلي للحضاره؟ ايوه ده الموطن الاصلي للحضاره. طيب وبعدين ويل دورانت ايه اللي حصل؟ قال لا انا عاوزك تركز معايا قوي عشان اشرح لكم حته دلوقتي كده بظهري شويه كده، والحته دي هتفهمك الثلاث قواعد اللي احنا كنا لسه شارحينهم، هتفهمك الثلاث قواعد دول. تعالى لي كده الله يسترها معاك في الحته دي عشان مهم قوي. اتفقنا ان في حضارتين قدامك، هم اول حضارتين قاموا، اللي هم الحضارتين اللي قاموا في الشرق، مصر والعراق. الحضارتين دول قاموا اول ما اتولدوا كانوا بيبي، اطفال ما بينتجوش، ما انت عارف الثلاث مراحل، فكانوا اطفال ما بينتجوش. شويه دخلوا في مرحله الشباب، شباب يعني قوه وانتاج، بدات مصر تنتج، تعمل اهرامات وابو الهول ومسلات، وبدات العراق تنتج، تعمل معابد ومقابر. وهم في مرحله الشباب والانتاج، ركز بقى، قاموا حضارتين بيبي على البحر المتوسط، حضارتين بيبي في اوروبا. ما دام في اوروبا يبقى حضارات غربيه، حضاره اسمها الحضاره اليونانيه وحضاره اسمها الحضاره الرومانيه. حلو. طب لو اليونانيه والرومانيه لسه بيبي في مرحله الطفوله، اما مصر والعراق شباب بينتجوا، حصل تواصل بين البيبي والشباب، مين اللي يستفاد؟ مصر والعراق يستفيدوا من اليونان والرومان، ولا اليونان والرومان يستفيدوا من مصر والعراق؟ ها ايوه سامعك صح، اليونان والرومان يستفيدوا من مصر والعراق. فبصينا لقينا اليونان والرومان خدوا العلم من مصر والعراق، العلم ده خلوهم يكبروا ينضجوا يخشوا في مرحله الشباب، مع الوقت كبروا ودخلوا في مرحله الشباب، ومع الوقت دول عجزوا ودخلوا في مرحله الشيخوخه والانهيار، وبقى دول ماتوا، وبقى الانتاج في الغرب. الانتاج يعني الحضاره. يبقى انا لاحظت ان الحضاره انتقلت من الشرق الى الغرب، انتقلت من الشرق الى الغرب على يد اليونانيين والرومان. يبقى دلوقتي دول شباب ودول اللي بينتجوا، وهم شباب وبينتجوا، خليك مركز معايا، وهم شباب وبينتجوا بيظهر حضاره في الشرق نونو لسه اسمها الحضاره الاسلاميه، بيبي لسه. فبيحصل تواصل بين الشباب اللي بينتجوا اللي اسمهم اليونان والرومان وبين البيبي اللي اسمها الاسلاميه. يبقى مين اللي هيستفاد؟ الاسلاميه. البيبي بيستفيد من الشاب، لكن الشاب هيستفيد من البيبي، ما البيبي ما بينتجش. يبقى الحضاره الاسلاميه في المرحله الاولى بتاعتها بتاعت الطفوله بتتواصل باليونان والرومان وهم في قمتهم في مرحله الشباب، فبتبدا الحضاره الاسلاميه تتعلم من اليونان والرومان، ان تتعلم من سقراط، من ارسطو، من افلاطون، من فيثاغورس، من اقليدس، من ارشميدس، من الناس دي. العلم اللي خدناه من اليونان والرومان يساعدنا ان احنا نكبر وننضج ونبقى شباب ونخش في مرحله الانتاج، وتبدا تظهر الحضاره الاسلاميه والانتاج في الشرق تاني يرجع، يعود الانتاج الى الشرق، تعود الحضاره الى الشرق، ودول يعجزوا وتروح عليهم. ايوه زي ما بقول لك كده، وتفضل الحضاره الاسلاميه مستمره ما يقرب من 1000 عام. 1000 عام يا مؤمن، 1000 عام. يبقى غابت الحضاره عن اوروبا ما يقرب من 1000 عام. يبقى استقرت الحضاره في الشرق على يد الحضاره الاسلاميه ما يقرب من
1000 عام. وهي دي شابة وبتنتج لمدة 1000 عام بس ما بدهمش لحد. تظهر في الغرب حضارة بيبي اسمها عصر النهضة الأوروبي. يلا انت بقى احكيها لوحدك دي. فالبيبي دي تتواصل مع الحضارة الإسلامية، فتاخد علم من الحضارة الإسلامية، دي تعجز وتموت ودي تبقى شابة وبتنتج. فنجد أن الإنتاج ينتقل من الشرق إلى الغرب، والحضارة تعود مرة أخرى إلى الغرب على يد عصر النهضة الأوروبي. قول ورايا الحته دي. النهضه الاوروبيه عملت كشوف جغرافيه، فالاوروبيين في قمتهم وهم في عز نهضتهم وهم في عز حضارتهم يعملوا كشوف جغرافيه واكتشفوا قارات العالم الجديد زي امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه والقاره القطبيه الجنوبيه انتاركتيكا واستراليا. انا قلتها بسرعه عشان تاخدها في ثالثه اعدادي. يبقى النهضه الاوروبيه بعد ما عملت الكشوف الجغرافيه دي بدات الحضاره تنتقل كمان الى امريكا، بس هي كلها على بعض اسمها الغرب. عاوز اقول لك ان الحضاره يعني الانتاج، فالغرب دلوقتي بينتج اكتر مننا، ما نقدرش ننكر. يبقى الحضاره اللي هو الانتاج، يبقى الحضاره تستقر الان في الغرب، الانتاج في الغرب. العربيات البي ام دبليو من المانيا، المرسيدس من المانيا، العربيات الجيب من امريكا، الايفون من امريكا، اللابات من امريكا، اللابات التقيله بقى يا باشا زي ابل مثلا. فالانتاج في الغرب. بس عاوز اقول لك حاجه، في اوروبا في الغرب خلاص قربت تفنش، داخله في مرحله الشيخوخه. فانت لو لاحظت الحضاره الاول، لاحظ بقى الحته دي مهمه قوي، الحضاره الاول بدات في الشرق على ايد مصر والعراق، ثم راحت للغرب على ايد اليونان والرومان، ثم رجعت للشرق على ايد الاسلاميه، ثم راحت للغرب ايام النهضه الاوروبيه وبتودع. هي في الغرب الان بس بتودع. فلما يجي يسالك يقول لك من وجهه نظرك اين ستتجه الحضاره في المستقبل؟ ايوه هتقول له تعود الى الشرق. في المستقبل هترجع في الشرق، هي دلوقتي في الغرب. حد عارف هترجع فين في الشرق؟ بنسبه كبيره احتمال ده بينهم بعض مش عارف المنهج، ترجع للصين. ما الحضاره يعني ايوه مستر انتاج، وفي حد بينتج زي الصين؟ طب ليه يا مستر ما بتقولش حضاره تستقر الان في الصين؟ لان الصين برضو ينقصها حته الجوده، يعني الحاجات بتبوظ بسرعه. لو انت ملاحظ يقول لك الموبايل ده الصيني يا عم بيبوظ بسرعه، يا اصل ده عربيه صيني، اصل ده لاب صيني. اتقل بس كمان مثلا 30 سنه ولا حاجه كده الصين دي بقى هتبدا تشتغل على نفسها اكتر ويبقى انتاجها اجود، وساعتها هتقول لعيالك انت بقى وتشرح لعيالك وتقول لهم الحضاره الان في الشرق. لكن هي دلوقتي في 2025 اللي انا وانت بنشرح فيها دي، 2025 26 اللي انا وانت بنشرح فيها دي، الحضاره الان في الغرب، الحضاره الان في الغرب، ومن المحتمل ان تنتقل في المستقبل الى الشرق. بعد اذن معاليك ركز جدا في شويه اللخبطه دول عشان دول هيفهموك الثلاث قواعد اللي انا كنت لسه شارحهم. النهضة الأوروبية لو عايزة تقول لحد شكرا هتقول لمين؟ هتقول للحضارة الإسلامية شكرا، لأن النهضة الأوروبية غشت من الحضارة الإسلامية، يبقى النهضة الأوروبية هتقول للإسلامية شكرا. طب لو الإسلامية عايزة تقول لحد شكرا هتقول لمين؟ تقول لليونانية والرومانية. طب اليونانية والرومانية عايزين يقولوا لمين شكرا؟ يقولوا لمصر والعراق شكرا. طب مصر والعراق يقولوا شكرا لمين؟ ما يقولوش شكرا لحد. دول أول حضارات في العالم، دي بداية الحضارات. عشان كده أفضل حضارتين في اللي على السبورة الحضارة الفرعونية في مصر وبلاد الرافدين في العراق، لأن هم ما اعتمدوش على حد قبل منهم، دول بداية الحضارات. عشان كده الحضارة الفرعونية في مصر وحضارة بلاد الرافدين في العراق ما اعتمدوش على حد، عشان كده بيتميزوا بيه. اسمع الكلمة دي، مصر والعراق يتميزوا بيه، اسمع الكلمة دي، الأصالة. الأصالة يعني كل حضارة قائمة على جهد أبنائها، ما اعتمدتش على حد. يبقى حضارة بلاد الرافدين والحضارة الفرعونية حضارات تمتاز بالأصالة. طيب هل الرغي ده بيفهمك الثلاث قواعد؟ لو بصيت للفرعونية هتلاقيها مرت بثلاث مراحل زيها زي كل حضارة، واليونانية كذلك. لو بصيت للنهضة الأوروبية هتلاقيها قامت على اللي قبل منها اللي هي الإسلامية. طب والإسلامية قامت على اللي قبل منها اليونانية والرومانية، واليونانية والرومانية قامت على اللي قبل منها بلاد الرافدين والفرعونية. يبقى ده بيثبت ان الحضارات بتمر بثلاث مراحل شبه الكائن الحي، وبيثبت ان كل حضارة قامت على الحضارة التي سبقتها. وكمان كانت الحضارة في الشرق على يد مصر والعراق، هوب راحت الغرب على قد اليونان والرومان، هوب رجعت الشرق على قد الإسلامية، هوب راحت الغرب في النهضة الأوروبية. وده يثبت ان الحضارة لا تستقر في مكان ثابت. كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجة عنه. عشان انت قاعد طبعا في البيت ممكن تجيب ورقه وقلم ونلخص لك الكلام ده بس ترد ورايا. هنقول ايه؟ هنقول كل حضاره قامت على الحضاره التي سبقتها. قول ورايا والله العظيم هتحفظ وهتفهم. كل حضاره قامت على الحضاره التي سبقتها، كل حضاره قامت على الحضاره التي سبقتها، كل حضاره قامت على الحضاره التي سبقتها. فبدأت الحضارات في الشرق، فبدأت الحضارات في الشرق،
من خلال الحضارة الفرعونية في مصر وبلاد الفرعونية في مصر وبلاد الرافدين في العراق وبلاد الرافدين في العراق. قول أنت مرة لوحدك. كل حضارة قامت على الحضارة التي سبقتها، فبدأت الحضارات في الشرق من خلال الحضارة الفرعونية في مصر وبلاد الرافدين في العراق، ثم انتقلت إلى الغرب من خلال الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية. نعيد من الأول. كل حضارة قامت على الحضارة التي سبقتها، فبدأت الحضارات في الشرق من خلال الحضارة الفرعونية في مصر وبلاد الرافدين في العراق، ثم انتقلت إلى الغرب من خلال الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية، ثم عادت إلى الشرق من خلال الحضارة الإسلامية، ثم عادت إلى الشرق من خلال الحضارة الإسلامية. طبعا وقعدت الحضارة الإسلامية 1000 عام، ثم عادت إلى الشرق من خلال الحضارة الإسلامية، ثم انتقلت، ركز هنا بقى الحتة دي مهمة قوي، ثم انتقلت واستقرت في الغرب. بس ما تخافش، ما تقلقش، ما تتوترش. الاستقرار ده استقرار مؤقت، ما احنا عارفين ان الحضارة لا تستقر في مكان ثابت. هي دلوقتي في الغرب بس مصيرها هترجع لنا في الشرق. عشان كده بسألك يقول لك اين تستقر الحضارة الآن؟ قول له في الغرب. من وجهة نظرك اين تتوقع ان تتجه الحضارة في المستقبل؟ قول له تعود للشرق. يبقى ثم انتقلت واستقرت في الغرب في عصر النهضة الأوروبية، في عصر النهضة الأوروبية. هنقوله مرة مع بعضينا كده، وبعدين نسأل كام سؤال صايع، وبعدين نقرا شويه الاستنتاجات اللي في المذكره ونحل كام سؤال على الجزء ده. عاملين لك حصه جامده ان شاء الله، ولما تدخل معانا في الابليكيشن هتلاقي الموضوع مختلف كمان. هيبقوا حصتين، واحده شرح وواحده حل. النهارده عامل لك حصه واحده شرح وحل مع بعض. كمل معايا للاخر. يبقى احنا عندنا كل حضاره قامت على الحضاره التي سبقتها، فبدات الحضارات في الشرق من خلال الحضارة الفرعونية في مصر وبلاد الرافدين في العراق، ثم انتقلت إلى الغرب من خلال الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية، ثم عادت إلى الشرق من خلال الحضارة الإسلامية، ثم انتقلت واستقرت في الغرب في عصر النهضة الأوروبي. حلو. السؤال ده يحله الطالب اللي بيعرف يقرأ عربي. ما انتوا مشكلتكم ما بتعرفوش تقرأوا عربي، وكله بالأصول. ابعتها له. فدلوقتي بنقول ان المشكلة عندنا لازم يكون طالب بيعرف يقرأ عربي. حلو. السؤال بيقول ايه بقى؟ بيقول لك تعتبر الحضارة الإسلامية حضارة دائنة ومدينة. تعتبر الحضارة الإسلامية حضارة دائنة ومدينة. ركز يا بتوع العربي، حضارة دائنة ومدينة. اثبت ان الحضارة الإسلامية دائنة ومدينة. بص انا همثل بقى. حضارة دائنة يعني انا مديناكو، يعني انا صاحبة فضل عليكو. حلو. حضارة مدينة يعني انا مديونة لكم، كتر خيري. فلما يجي يسألك يقول لك تعتبر الحضارة الإسلامية حضارة دائنة، مدينة الناس يعني ليها فضل على الناس، وتعتبر برضو مدينة يعني مديونة، وبتقول لحد شكرا انت ليك فضل عليا. ففعلا الحضارة الإسلامية مديونة لمين؟ الحضارة الإسلامية تقول لليونانية والرومانية شكرا، لولاكم انا ما كنتش عملت حضاره. وفي نفس الوقت الحضاره الاسلاميه تقول للنهضه الاوروبيه انا مديناكي، لولايا ما كنتش عملتي حضاره يا نهضه اوروبيه. يبقى الحضاره الاسلاميه مدينه بالفضل للحضاره اليونانيه والرومانيه، ودائنه للنهضه الاوروبيه. كذلك ينفع نعمل السؤال على اليونانيه والرومانيه. ايوه، اليونانيه والرومانيه مدينه للفرعونيه وبلاد الرافدين، واليونانيه والرومانيه دائنه للاسلاميه. اما لو جه السؤال صايع يقول لك النهضه الاوروبيه دائنه ومدينه. طب النهضه الاوروبيه مدينه للاسلاميه، مديونه للاسلاميه. طب مدينه مين؟ تقول له مدينه الامريكتين اللي هي اكتشفت الامريكتين ونشرت فيهم الحضاره. طب يلا بينا السؤال ده بسرعه عشان انا هغفلك فيه. بص لي لما يقول لك الحضاره كالطائر المهاجر، واخد بالك؟ المهاجر يعني ما بيقعدش في مكان، بيروح من الشرق للغرب ومن الغرب للشرق.
بيقول لك الحضاره كالطائر المهاجر موطنه الاصلي ايوه الشرق. طب هجرته المستقبليه ايوه، اي حد قال الغرب يبقى غلطان. هجرته المستقبليه في المستقبل هيرجع الشرق اللي هو الان في الغرب. شفتوا انتوا اتسرعتوا ازاي؟ يبقى الحضاره كالطائر موطنه الاصلي، يعني يوم ما بدات موطنه الاصلي الشرق. طيب اين هجرته المستقبليه؟ ما هو دلوقتي في الغرب، يبقى هجرته المستقبليه تقولوا الشرق برضه. يبقى موطنه الاصلي الشرق وهجرته المستقبليه الشرق. طيب مستر هات لنا البوكلت بقى كده وقول لنا احنا هتعمل معانا ايه. يلا بينا البوكلت. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. انا جاف بنور يا سيدي العرسان، يا سيدي العرسان انا نور على الخيل. مش حافظ والله. طيب الحضارة والتاريخ، نقرا كده البوكلت ده، افتحه قدامي لو انت استلمته، لو ما استلمتوش تقدر عادي من نفس الرقم بتاع المنصه تطلب يتبعت لك عن طريق البريد لو انت بره اسكندريه، او لو انت في اسكندريه ممكن تيجي تاخده من اقرب سنتر لينا. بيقول لي في البدايه: كان البشر اسر متفرقه يعيشون حياه التنقل والترحال، بيتنطط من هنا لهنا، فكل حته بيقعد فيها يومين ويمشي، فمش حاسس ان المكان ده بتاعه، فعمره ما هيتعب ويعمره، عمره ما هيعمل حضاره. يبقى كان البشر اسر متفرقه يعيشون حياه التنقل والترحال بحثا عن الطعام، ثم تجمع بعضهم في جماعات صغيره، جروبات كده بدائيه من اجل مواجهه صعوبات الحياه. يعني بقى جروب كده عشان لو قابلهم حيوان مفترس ولا حاجه. والتعاون في الصيد. حلو، يبقى اول حرفه مارسها الانسان هي الصيد، وظلوا على هذه الحاله ازمنه طويله. اول حرفه مارسها الانسان هي الصيد، لكن اول حرفه علمته الاستقرار فبالتالي انتج وعمل حضاره هي الزراعه. زي ما قلنا ان الزراعه الخطوه الاولى للحضاره، والكتابه الخطوه الاولى للتاريخ. مع مرور الزمن عرفوا الزراعه فعرفوا معها حياه الاستقرار، ومن هذا نشأت أقدم الحضارات الإنسانية. ومع اختراع الكتابة بدأ التدوين، وما دام بدأوا التدوين يبقى عرف التاريخ. يبقى الكتابة الخطوة الأولى للتاريخ، يبقى الزراعة فين هي اهي الخطوة الأولى للحضارة. يبقى الزراعة الخطوة الأولى للحضارة، والكتابة الخطوة الأولى للتاريخ. عاش الإنسان قديما حياة تنقل وترحال بحثا عن الغذاء حتى جفت الهضاب، فنزل إلى الوادي واستقر على ضفاف الأنهار، وأدرك أن السعي والتعاون والعمل هم أساس التقدم ونشأة الحضارات، وتبادلت الشعوب تراثها الحضاري بالأخذ والعطاء والتأثير والتأثر، الحتة بتاع التواصل الحضارات. فبيقول لي هنا بقى: الحضارة هي سلسلة متصلة الحلقات من تيار حضاري عام بدأت في الشرق وانتقلت للغرب. واحنا قلنا الكلام ده اصلا بطريقه احسن، وده بيؤكد مبدا التعايش مع الاخرين ومبدا التكامل، كل واحد بيكمل التاني. ترجع اصول الحضاره الغربيه الحاليه الى الشرق، يعني الحضاره الغربيه الحاليه قامت اعتمادا على الشرق، قامت اعتمادا تحديدا على الحضاره الاسلاميه. العلاقه بين حضارات العالم علاقه تكامل، كل حضاره بتكمل الاخرى. الحضاره كالطائر موطنها الاصلي الشرق، وهجرته المستقبليه برضو الشرق لانه دلوقتي موجود في الغرب. تمايزت يعني اختلفت. تمايزت كل حضارة عن الأخرى في الجوانب المعنوية، اللغة والدين. اللغة اللي بنسميها الهوية الثقافية، الدين اللي بنسميها الخصوصية العقائدية. لما ضربت مثلا ان انا بتواصل مع حضارة مينا، بس هو يتمسك بخصوصيته العقائدية وهويته الثقافية، وانا هتمسك بخصوصيته العقائدية وهويته الثقافية. بدأت الحضارات مع الزراعة. الحضارة ثمرة أي مجهود يقوم به الإنسان نتيجة تفاعله مع البيئة لتحسين ظروف حياته أو لتعمير الكون. ماشي. تعمير الأرض هو إحدى غايات الإنسان، يعني تعمير الأرض هو هدف من أهداف الإنسان. طيب يا عم، أقدم حضارتين الحضارة المصرية وحضارة بلاد الرافدين، ودي حضارات زراعية قامت اعتمادا على الأنهار. يعني حضارة مصر قامت اعتمادا على نهر النيل، وحضارة العراق قامت اعتمادا على نهري دجلة والفرات. اتفقنا أن الحضارة جانبين: مادي يعني مدني، ومعنوي يعني ثقافي يعني أدبي. تمام. مادي تشمل العمارة والاختراعات المختلفة، ومعنوي ثقافي أدبي تشمل الفكر والثقافة والفنون والآداب والعلوم زي الرياضة والهندسة والفلك والطب. وقد تعددت آراء العلماء في تعريف الحضارة. خدنا ويل ديورانت صاحب كتاب قصة الحضارة وقال أن الحضارة نظام اجتماعي، يعني مجتمع، هذا المجتمع يوفر للإنسان الأمن، فيعين الإنسان أن هو ينتج ويزيد في إنتاجه الثقافي. ويبدأ الإنسان ينتج عندما ينتهي من عنده القلق والاضطراب، يعني لما يتوافر عنده استقرار وأمن، لأنه لما يأمن هيتحرر من الخوف والقلق وهيبدع. إذن هناك علاقة بين الاستقرار اللي هو الأمن، وبين الاضطراب في قيام الحضارة. في استقرار وفي أمن هيبقى فيه حضارة، في اضطراب ومفيش أمن يبقى مفيش حضارة.
فعشان كده اغلب الحضارات اللي اتعملت ايام الفراعنه واغلب الانجازات زي بناء الاهرامات وابو الهول اتعمل في العصور اللي فيها امن، زي عصر الدوله القديمه اللي ميسن شرح في رابعه ابتدائي شرحته لك، وقلت لك عصر الدوله القديمه عصر بناة الاهرام. فانا بقى في اولى ثانوي بقول لك ان عصر الدوله القديمه الفراعنه قدروا يبنوا اهرامات ويعملوا حضاره عشان عصر الدوله القديمه كان يمتاز بالامن وما فيهوش اضطرابات. طيب، الغايه عن الهدف. الغاية من وجود الإنسان على وجه الأرض هو تعمير الكون أو الإصلاح والاستمرار. الجوانب المادية، الحاجة اللي بتتمسك بالإيد، عندك أمثلة. ركز ويل ديورانت على العلاقات الاجتماعية أو العلاقات الإنسانية. يقصد بالتفكير، الناس اللي بيدافعوا عن ويل ديورانت بيقولوا إن التفكير هنا معناه الإنتاج الثقافي، هنا معناه التفكير اللي قد يترجم لشيء مادي أو شيء معنوي. ثم حكى لي قصة انتقال الحضارة، اهي الخريطة قدامك اهي، بدأت في الشرق على ايد مصر والعراق، وكان في فارس برضو والهند والصين، وانتقلت للغرب اليونانية والرومانية، وعادت للشرق الإسلامية، ثم انتقلت واستقرت الآن في الغرب النهضة الأوروبية، بس خلاص في مرحلة الشيخوخة وهترجع للشرق قريب. بعد كده بيتكلم عن ان كل حضاره بتتميز بالهويه الثقافيه والخصوصيه العقائديه، وبيحكي لك القصه اللي انا لسه حكيها لك، بدات فين وراحت فين ورجعت فين وعادت فين. كده يبقى احنا خلصنا نص الدرس الاول. طب هنعمل ايه يا مستر دلوقتي؟ انا عايز احل لك الواجب كله والله، بس تعالى نختار كام سؤال ليهم علاقه بنص الدرس الاولاني، تمام؟ والحصه الجايه ان شاء الله هنكمل لك الدرس، هنعرف التاريخ والعصور التاريخيه ونحل لك الاسئله اللي عليها. هتعمل يا مستر؟ هحل لك مثلا 5 6 اسئله دلوقتي، يلا بينا يلا بينا، ليهم علاقه بالنص الاولاني من الدرس. ادي التدريبات. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا زي ما اتفقنا ناخد كام سؤال على الجزء اللي اتشرح اللي هو النص الاولاني من الدرس. طبعا احنا اتفقنا ان بعد كده لما تبقى معانا في الابلكيشن هندي لك حصتين، واحده شرح كامل وواحده حل كامل. السؤال بيقول: رغم تبادل الشعوب لتراثها الحضاري، تبادل يعني تواصل، فإن كل حضارة حافظت على، هات الإجابة من مخك كده، أيوة يا مستر، كل حضارة حافظت على هويتها الثقافية، أيوة أيوة أيوة، وخصوصيتها العقائدية. طيب قبل ما ننزل في الاختيارات بنفتكر، طب إيه هي هويتها الثقافية؟ لغة، عادات، تقاليد، أخلاق، وإيه خصوصيتها العقائدية؟ دين. يبقى أنا نازل في الاختيارات أدور على لغة، عادات، تقاليد، أخلاق، دين، حاجة من الخمسة. لقيت ايه يا جدعان؟ اهو طابعها الفكري اللي هي الثقافي، ما هي محتفظه بهويتها الثقافيه، يبقى كل حضاره بتحتفظ بطابعها الفكري. دي الاجابه الصح. نكمل. اخذت الحضاره في الانتقال من منطقه الى اخرى، ولكنها اتسمت في بدايتها بانها حضاره ايه؟ اتسمت في بدايتها. طب بدايه الحضارات ايه؟ مصر والعراق. طب حضارات زراعيه. مصر حضاره زراعيه اعتمدت على نهر النيل، والعراق حضاره زراعيه اعتمدت على نهري دجله والفرات، يبقى اتسمت بانها في بدايتها كانت حضارات زراعيه. الله ينور. السؤال اللي بعديه: دخلت البشرية في مرحلة العصور التاريخية، يعني نقدر نقول ان التاريخ بدأ. امتى يبدأ التاريخ؟ بمجرد ما الانسان اتعلم الكتابة، يبقى دخلت البشرية في مرحلة العصور التاريخية بمعرفة الانسان الكتابة. فين كلمة الكتابة؟ اهي. يبقى دخلت البشرية في مرحلة العصور التاريخية عندما عرف الانسان توثيق نشاطه. توثيق هي تدوين، هي تسجيل، اللي هي من الاخر يعني الكتابه. يبقى دخلت البشريه في مرحله العصور التاريخيه بعد معرفه الانسان توثيق نشاطه او تدوين وتسجيل نشاطه. طيب 4: اتسم الطابع الغالي. لا ده لسه ما خدناهوش. طب ناخد 5: بناء الاهرامات الجيزه والمعابد، حضاره اهي، في الاقصر واسوان بمفهوم الحضاره عند ويل دورانت. حلو قوي. مرتبط بايه؟ يعني من وجهه نظر ويل دورانت ايه اللي خلى المصريين يقدروا يبنوا معابد واهرامات؟ اتفقنا ان ويل دورانت اساسه الامن، يقول لك لو في امن تقدر تعمل اي حاجه. يبقى ارتبط بناء الاهرامات والمعابد من وجهه نظر ويل دورانت بوفره الامن، اهي وجود الاستقرار والامن. تمام تمام. يتمثل الهدف الاساسي من الحضارات الانسانيه. غايه الحضاره ايه؟ التطوير والاستمرار والابداع والتعمير. فين بقى من دول؟ اهو الاستمرار والتطوير، دي غايه الحضاره. طيب تعرضت حضارات، لا دي لسه. طيب دي حته صغننه كده من الاسئله، وانت استناني بقى في فيديو خاص بالاسئله وفيديو خاص بالشرح على ابلكيشن وانا اكاديمي. انا بحبكم جدا جدا جدا، ربنا يديكم يا رب على قد دعاء اولياء اموركم، لان لو اداكم على قد تعبكم احتمال نزعل كلنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.